اخبار صحتنا ايه؟ في اخر 2022 كده نزلت فيديو لايف كان بيتكلم على ازاي وعدت نفسي ان انا اهتم بصحتي من سن ال40، وازاي بقالي 7 سنين من ال40 لغايه 47 بشتغل على الصحه. والفيديو بقى عمل يعني قلبان على الفيسبوك، ومن وقتها فهمت كده ان كم الناس اللي محتاجه او نفسها تهتم بصحتها كبير جدا جدا. وبالتالي بدات سلسله اسمها 5 لصحتك من اول 2023. كل اسبوع بنزل فيديو بشارك فيه حاجه نهتم بيها بصحتنا. طيب دعوتي النهارده لينا هي بقى ان احنا ناخد بالنا من الادويه اللي احنا بناخدها. احد الحاجات اللي انا اتعلمتها من صديقه عزيزه ليا، هي متخصصه في التغذيه، وهي من قبل ما تبقى متخصصه في التغذيه كانت مهتمه بالصحه. ابتدت كده تستبدل الادويه بحاجه اسمها الهيميوثيرابي، الهيميوباثي. ابتدت تستبدل الادويه بحاجه اسمها هيميوباثي، كلها حاجات كانها بدل ادويه، هي حاجات طبيعيه وكانها ابتدت تتعالج بيها. صحيح ممكن العلاج ما كانش بياخد وقت قصير زي الادويه، مثلا زي الانتيبيوتكس او زي المضادات الحيويه كان بياخد منها وقت اطول، بس كانت بتبقى عندها الوعي ان هي ما تاثرش على صحتها بطريقه سلبيه. انا طبعا كان عندي مقاومه جامد جدا في الاول، وكنت بقول لها لا، زي ما كما وجدنا اباؤنا الاولون، يعني عيانه وسخنه محتاجه على طول اخد مضاد حيوي، طالما عندي المرض الفلاني على طول، طالما عندي شويه صداع على طول اخد مثلا مسكن. كان على طول يعني كأن اول ما بلاقي عرض انا كأني باخد دواء عشان كأني اغطي على العرض. لغايه لما بعد بقى سنين، ولما ابتديت فعلا اهتم بصحتي، وابتديت بقى التفت للاثار الجانبيه اللي موجوده في الادويه اللي انا باخدها. ابتديت مع كل دواء باخده ابتدي كده افتح الورقه بتاعت الدواء واقرا كده ايه الاثار الجانبيه بتاعته. اكتشفت ان الادويه هي يعني لها خطرين. اول حاجه الخطر بتاع الاثار الجانبيه قاتل. يعني احنا لما بنقرا شويه ادويه صحيح بيتقال ان هي في حالات قليله، في ايا كانت، ان هي نادرا قد يحدث مش عارفه الاثار الجانبيه دي، انما هي تاثيرها على الكبد مرهق جدا جدا، ان هي يعني كأن الكبد يتعامل معاها، وبتاثر جدا على اجهزه الجسم الثانيه. فتخيلوا انا كاني باخد دواء وفي نفس الوقت باخد سم ياثر على اعضاء ثانيه في الجسم. الخطوره الثانيه في الادويه بقى ان هي ما بتعالجش سبب المرض. يعني هي كانها ممكن تبقى ادويه، كانها كتير من الادويه اللي احنا بناخدها بتبقى كانها بتغطي على السبب. فكأن مثلا انا جالي صداع فبقوم واخده على طول مسكن. المسكن ده هيغطي على الالم، بس هو مش هيقول لي ايه سبب الصداع. هل سبب الصداع ان انا عندي حاجه في ضرسي، او سبب الصداع ان انا عندي مثلا حاجه في عيني تعباني، او سبب الصداع ان انا ممكن عندي ضغط مثلا. هو ما عالجش السبب، هو يعني كانه عالج بس الظاهر او العرض. وبالتالي احنا بناخد ادويه، وبناخد ادويه ممكن بنهلك جسمنا. ما بيبانش دوت واحنا صغيرين، بس بيبان ده مع التراكم لما احنا بنكبر. فدعوتي لينا النهارده ان احنا دايما كده نعمل وقفه الاول لما بنيجي نلاقي نفسنا هناخد دواء. قبل ما ناخد الدواء نقول يعني نعمل كام خطوه كده قبل ما اخد الدواء، او اقول لنفسي انا هقرا الاول الاثار الجانبيه. هل الاثار الجانبيه دي انا مستعد ان انا اتعامل معاها او اتعرض لها ولا لا؟ تاني حاجة هسأل نفسي كده، هو أنا الدواء هو ده دواء بيعالج السبب، أنا عارف السبب وبعالجه، ولا أنا بعالج العرض، أو بكتم العرض، بكتم بس الصداع أو بكتم الألم. وتالت حاجة هقول لنفسي، هل في بديل تاني ممكن إن أنا أستبدله يعني بالدواء ده؟ فأنا أحيانا لما بيجيلي صداع مثلا بقول لنفسي طيب إيه رأيك يا إيمان ناخد مثلا ربع ساعة نص ساعة كده قبل ما ناخد المسكن، خلينا ممكن ناخد قيلولة ننام لنا تلت ساعة، أو خلينا مثلا نحاول نتنفس ببطء ونتنفس بعمق، او خلينا نشرب ميه، او خلينا مثلا نقرا حاجه الاول، او نسمع مثلا قران، او نسمع مزيكا، وبعدين نشوف ربع ساعه، وبعدين نشوف بعديها هتبقي عايزه الدواء ولا لا. احيانا كتيره بلاقي ان كأن هو في الفتره دي انا ممكن هديت، او الوجع ما هواش عالي قوي زي ما انا كنت متخيله، فيقدر يبقى متحمل، وبعدين بعديها بكام ساعه بلاقي الوجع راح. فانا زمان كنت على طول اول ما في نقطه صداع درجه 1 او رايحه واخده الدواء عشان اوقف العرض. دلوقتي بقيت اقول لنفسي هو درجه الالم كام من 10، هل انا مستعده اخد الدواء بالاثار الجانبيه بتاعته دي واتعب الكبد بتاعي؟ هل انا دلوقتي في بديل ممكن اعمله بدل الدواء؟ مثلا هل انا ممكن اتحمل الالم هل انا ممكن اتحمل الالم كام دقيقه؟ هل في بديل؟ فخلينا كده نهتم بصحتنا. وخمسه لصحتك، بلاش تجري على الادويه، بالذات الناس الصغيرين. بلاش نهلك اجسام ولادنا من وهم صغيرين، ونحط سم في جسمهم يفضل الكبد بتاعهم يعاني منه على مدى طويل. اشوفكم على خير، وخمسه لصحتك.